اسمعوني منيح يا جماعة، كل واحد ما عطانا عيدية العيد الماضي ما رح نعايد عليه، ما بيستاهل لأنه جربوع وكحتة، ضياع في بوس الإيد والله، وكل عام وانت بخير حتى. ولازم نعمل خطة محكمة لجمع العيادي مشان ولا واحد يزمط من هون ولا من هون بدون ما يدفع عيدية أو يطيلس، لأنه المطيلسين كتار هالأيام والعياذ بالله، يلي بيعطيكن 5 أو 10 بتزتوها بوشه. تبدأ العيادي من 100 دولار فما فوق. يلا خلونا نراجع قائمة الزباين والدفيعة يلي بدنا نعايد عليهم ونحبهم. الزبون الأول خالي زنبوعة. حلو كتير، اجت الرزقة. خالي زنبوعة نازل يقضي عطلة العيد هون عنا، وهذا صار له 10 سنين لاجئ بألمانيا، وعم يغب هالعملة غب ويعبي المصاري بالشوالات ويخزن بهالمستودعات. عظمه ذهب مهبر كتير، لذلك بدنا نجرمه جرم. سمعت انه عم يعطوا 1,000,000 يورو بالشهر للشخص الواحد، حق اكل بس 1,000,000 يورو، ها ما عدا اي شي تاني. حوطتهم بالكفكير من عيل الكبير والصغير، وعم يقولوا انه اللاجئ بألمانيا عايش عيشة احسن من عيشة الملك الألماني فرناندو فرنونود ذات نفسه. مرحرحين كتير وعم يقطفوا مصاري من على الشجر تقطيف، وعم يقولوا كمان انه اللاجئين هونيك عم يحشوا الفرشات والمخدات مصاري بدل ما يحشوها كراكير خيطان او صوف. حوطتهم بالكبجاية من عين الرايح والجاية. في ناس حلفوا قال بالشتاء بدل ما يحطوا حطب لصوبية المازوت عم يحطوا لها مصاري ويشعلوا يوروهات ويعملوا قبيلة كبيرة ويقعدوا حواليها ويتدفوا على المصاري. حوطتهم بالدبوس من كل وش منحوس. وفي جماعة حلفوا انه اللاجئين بألمانيا عم يلفوا يبرق باليوروهات والمصاري. وسلفت بنت عمة بنت خالتي حلفت انه عم يلفوا سندويشة الفلافل بال100 يورو، قال مشان ما تنقط زيت وتشرشر. حوطتهم بالصينية من كل عين ردية. وفي ناس حلفوا كمان انه من كتر المصاري واليوروهات اللي ألمانيا عم تعطيهم اياها عم يحطوا فيهم بزر وقضامة ويمسحوا مناخير اولادهم بال100 يورو. حوطتهم بالكوساية من كل نسناس العاية. يا لطيف على البطر يا لطيف، بس بتتصدق العمى قدي معهم مصاري، العمى ما شاء الله. لك المصيبة لما تقولي للواحد منهم هاتلك 10 مليون يورو نشتري فيهم شوية اقضامة مغبرة، بيكسر ايده وبيشحد عليها وبيصير يشكي ويبكي ويشقشق بأوعي. بس عيني باردة عليهم، شو بدنا نحكي؟ حوطتهم بالطاسة من كل عين نحاسة. خلص هذا لازم يطلع لنا من وراه لحسة اصبع مرتبة وناخد لنا منه كم 1,000,000 يورو عيدية نشتري أسكة فيهم. ولا يهمك منحلبوا حلب مثل ما بيحلبوا النملة. وخالي هرقول يلي جاي من تركيا قديش بدنا ناخد منه عيدية؟ خالك هرقول مهرقل الله يعيننا ويعينه، بتحل عليه الصدقة والله، لا حدا يطلب منه عيدية، حرام الله يعينه. سمعت عم يشتغل 75 ساعة بالنهار بس، ويا دوب عم يطالع حق الخبزات، والباترون عم ياكل عليه المعاش ويقول له باريوك. ماشي اتفقنا. اهلا وسهلا، شرفت، الحمد لله على السلامة. شلون ألمانيا معكم؟ يا تبع عندن مجدبة بألمانيا؟ عندن مجدبة؟ وصحيح مثل ما سمعنا كمان انه العاصمة بافلين صاب اسمها ديف العصافير على قد ما صاب في عصافير سوريين هونيك. صحيح. يسعد لي قلبك، شو حكياتك حلوين يا صهري. كل عام وانت بخير خالو، ينعاد عليك بالصحة والسلامة ان شاء الله. وانت بخير حبيبي، العيد الجاي نشوفك عريس ان شاء الله. عريس شو يا بني ادم؟ مالك شايفني عمري 5 سنين بس؟ ولا انت حافظ الجمل حفظ بدون فهم؟ ظريف ابنك، كتير ظريف وكربوج. ماشي خالو، كل عام وانت بخير. وانت بخير حبيبي، وانت بخير. وبعدين معك امتى بدك تعطيني العيدية؟ لا امتى بدي استنى يعني؟
خلصني عاد يلا، لسه في غيرك لازم عايد عليهم. حبيبي مالي حامل فراطة هلأ. ليش مين قالك انه بدي فراطة؟ شو شايفني ولد صغير قدامك؟ بعدين هات بصرف لك، ما في مشكلة. ظريف ابنك، ظريف ومربى. حبيبي مالي حامل سوري، معي يورو بس. ليش مين قالك بدي سوري؟ ما بنقبض غير دولار او يورو، واذا انزنقنا كتير ناخد تركي. معلش مندبر راسنا. بعدين هات بحول لك. ما شاء الله ونعم التربية. خلصنا معلم، طلع بالعيدية بقى. يلا خلصني وراي شغل. قديش بدي استناك؟ عندي غيرك بدي لحق عايد عليهم. بوست الايد ب1000 يورو، وكل عام وانت بخير ب500 يورو. وشلونك ب100 يورو. انا قلت لك شلونك. وكل عام وانت بخير وبست ايدك. وخلعتك بوستين من هون وبوستين من هون. المجموع يا سيدي بيطلع، نستعير من اللي بجنبه 1 تحت الجذر مرفوع لأس ناقص 17 يعني زائد 1. حسابك يا سيدي بس 10,000 يورو. هي لأنك خالي. ها والله هالسعر ما أعطيته لحدا منو. هلا 10,000 يورو عيدية العم على هالسمعة. خد ال100 يورو خالي وحل عني بقى. احطها بجيبتك. شو عم تتحنن علي انت؟ حسابك 10,000 يورو. على شو لك كان قلت لك كل عام وانت بخير وبست ايدك وبوستك. فرحان فيك انا لبوسك ببلاش. فرحان فيك. بعدين نحنا بنعرف كل شي، بنعرف انكن عم تلفوا يبرق باليوروهات ومو عارفانين شو بدكن تعملوا بالعملة. ولا تنسى في تضخم هلا، واسعار العيادي كل مالها عم تنط. بقى لحق حالك وبظ العيدية بسرعة ولحق التنزيلات. لك من وين بتجيبوا هالكلام؟ يخرب بيتكم. هلا نحن عم نلف يبرق باليوروهات العمى. احكي لك كلمة نصوح، طفل بريء هذا ما بيتاخد على كلامه. طول بالك عليه شوية معلش. هلا هاد طفل بريء هاد يخرب بيته. هذا مشلح مو طفل. خلصني خود نبر. هي عيدية. اعوذ بالله شو هالجيل هذا؟ عينه وقحة كثير وجئر. قديش اعطى عيدية يا تبا؟ ان شاء الله تكون عيدية محفزة. بس والله هالدحروج ماله هين منوب. لعن مكببته يخرب بيته. تقول كاين يشتغل جابي ضرائب مو هيك؟ ما صفى غير يخلعوا كفين لخاله ويشلحوا العيدية تشليح. ما في هذا العمى ضربه. يلا يا مو اعطوني العيادي اللي جمعتوها مشان خبيلكن اياها وما تضيع. كل عيد هيك بتعملوا، بتخلصونا العيادي وبتضحكوا علينا بحجة انه ما نضيعها. عن جد عيب. اطفال نحنا بدنا نعيد. شو هذا يا خباس ولاد حروج؟ طولان لسانك يا زمك. اعطي يمك العيدية واسمع الكلمة يلا، احسن ما اخلعك رفسة جيبك بالمطمورة. كتير قليل ترباية صاير ولسانك طولان. انتو اهل ولا عصابة؟ شو هذا يا كل عيد هيك؟ نحن بنتعب ومنقشط العباد عيادي ومنشلحهم مصاريون وانتو بتاخدوها على البارد المستريح. بدي نط بالبلم وسافر على المانيا لعند خالي زنبوعة. خلص مليت من هالعيشة. شو هالعيشة هيا؟ كل مرة بتخلصونا العيادي. قديش طلعت عيدية الولاد بهوجة؟ طلعت يا سيدي 20,000 يورو. يا سلام ممتاز كتير. هيك الواحد فيه يطق جوازه ويجدد حياته. زواج ابرص ان شاء الله. ولا نصوح لا تخليني اضربك بالشبك على راسك انهي حياتك. افشنيعك والله وبشرط حناكك تشريطها. عن جد انك واحد ما بتستحي. برجع العيدية للولادها. طولي بالك يا مبا لا تهوشي عم انزح معك. شبك تضرب انت ومزحك ما اغلظك. المهم شو بدنا نعمل بعيدية الولاد؟ شو بدنا نعمل يعني؟ مثل كل عيد نشتري فيهم مونة فول وبازاليا، او بجيبلك شي 400 كيلو باذنجان تعملي شوية مكدوس ننقنقن على الفطور نقنقة كل يوم. ومنبدل قنية الغاز كمان. بس والله خايف الولاد يزعلوا بس يعرفوا انه اشترينا مونة بعيديتهم وبدلنا قنية الغاز. بكرة بيكبروا وبينسوا. لا تاكلي هم. اهلي كانوا يخلصونا العيدية
ويشتروا فيها مونة فول وبازاليا، ويعملوا مكدوس ويبدلوا أنينة الغاز فيها، ونحن كمان. عجبكن الفيديو انت وياها؟ عجبكن؟ استنونا الحلقة الجاية، واعملوا لايك وسقف قضايق، واعملوا لايك وصبب قضايب، سبب قضايب، لك لا مفايون عيونهم ما صعبة، يحطوا كلمة سهلة. ضروري الجحشنة يعني، ضروري. ليش الفلسفة العمى؟ المهم في زر لونه احمر تحت مكتوب عليه هي الكلمة صبر قضايق، صبر قريش، يلي هو اشتراك يعني. اشترك، افقسوا لهذا الزر، افقسوا على قناة عائلة نصوح، عائلتي يعني. يلا الرفوار، سلام عليكم يعني بالانجليزي.